السلام عليكم متتبعاتي حبيباتي في وصفة جديدة من وصفات وحكايات نور. اليوم ان شاء الله جيتكم بمطلوع الطاجين ولا خبز الطاجين اللي كان طلبته مني متتبعة وفية. نقول لك حبيبتي يعني جبت لك الوصفة وان شاء الله تعجبك. شوفي لي ما شاء الله الخبز تاعي شحال جا شباب ويجي مثقب ويجي منبل جا ما شاء الله قطني. واعتذر عن الصوت اللي راكم تسمعوا فيه، راه عندي الاشغال، عندي لي طرافو هنايا، صافي اسمحوا لي. شوفوا ما شاء الله الخبز تاعي شحال يجي اسفنجي جا هايل، يعني وصفة رائعة وناجحة 100%. يعني قال لي عندها مشكل إن شاء الله مع الخبز، اليوم رايحة تتهناي من مشاكل تاع مطلوع الطاجين. شوفوا شحال جا خفيف وجا يهبل. ما تنساونيش برك بالجيم والاشتراك، واللي راهي جديدة ما تنساش الاشتراك في القناة. ونقولوا للجدد اللي راهم يلتحقوا بنا ألف مرحبا وسهلا بكم. نبداو بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الوصفة تاعنا الاناء اللي غادي نخلط فيه وندير فيه 4 كيسان سميد متوسط. انا قلت لكم بلي السميد تاعي متوسط، شوفوا يعني كيفاش راهو جاي شويه رطب بصح ماهوش كاع هذاك اللي رطب كيما الفارينه. ندير 4 كيسان. انت اللي عندك سميد الرطب عادي تقدري ديريه ويجيك الخبز هايل. ندير 4 كيسان سميد متوسط وراح ندير عليهم مغرف كبيره وربع خميره الخبز، لانه كل كاس من هادو تاع 220 ملل يرفد لنا مغرف صغيره تاع خميره كيميائيه ومغرف صغيره سكر. صحيح هنا جمعتهم كاع درتهم مغرف وربع، مغرف كبيره وربع خميره كيميائيه خميره الخبز عفوا، ومغرف كبيره وربع سكر العادي. خلط هاد الخميره مع السكر مع السميد هكا باش شغل ما يعطلهاش الملح. وبعدها راح نضيف الملح هنا ما نقدرش نعبر بالملعقه، نورمالمون ملعقه صغيره معمره مليح نتاع الملح. ونبدا نزيد في الماء. صاي ندير هنا الماء يكون دافي، راح ندير 3 كؤوس ماء دافئ، 3 كيسان تاع الكاس اللي عبرنا به، يعني اي كيله تعبري بها ديري بها الماء. راح ندير 3 كيسان. الماء يكون دافي، لازم يكون دافي رايح للسخون. ونحرك مليح، نخلطيها مليح بيدك هكا باش يدخل فيها هذاك الماء. الا كنتي راح ديري، الا كنتي مزروبه يعني مقلقه كيما انا تبعيش غادي ندير، بصح الا ما كنتيش مقلقه غادي كيما راهي تغطيها بالبابي فيلم وتخليها تريح قد ما تقدري، ساعه ساعتين كيما تحبي، يعني تخليها تريح. انا هنا كنت مقلقه غادي نخليها تريح فقط 10 دقائق. صافي شندير نستعمل الميكسور هنا اللي راح يسرع لي العمليه تاع شغل باش هذا الخبز بالخف عفوا هذا السميد يشرب لي بالخف هذاك الماء. نخبطو مليح هكا بالميكسور حتى يولي كيما هكا، يعني واحد 3 دقائق ولا 4 ماكسيموم حتى يولي بهذا القوام، يعني يتخلط مليح. نغطيه ونخليه يريح لمده 15 دقيقه. خليته 15 دقيقه وعاود رجعت له. هنا بعد ما فاتت عليه 15 دقيقه شوفوا لي الخليط تاعي كيفاش يولي. شوفوا المره الاولى كان يبان لكم بلي راه متماسك، بصح شوفوا كيف كيريح كيفاش يزيد يطلق روحه، يعني داك السميد يشرب بالماء ويترخى، يعني يولي هكا طري. نخلطه كيما هكا ونهود له هذيك الخميره اللي تكون طلعت شويه. وراح نزيد عليه الكاس الاول تاع الفارينه. زيدي هذاك الكاس الاول تاع الفارينه وخلطي مليح. خلطها هكا، يعني لازم الكاس الاول تاع الفارينه تدخليه مليح وقعدي كشغل راكي تقطعي في العجينه، يعني راك تشوفوا كي نبدا نزير عليها كشغل راني نقطع فيها وندخل في هذيك الفارينه، يعني لازم تدخل في السميد تاعنا مليح. هذا هو السر، يعني باش يجيكم هكا كينا شغل كيما القطن، يعني ما يجيش مكدس، ما يجيش يجي اسفنجي، ما يجيش معجن. كملت دخلت الكاس الاول وراح ندخل الكاس الثاني. لازم تدخلي مليح الكاس الاول من بعد عاد باش تزيدي الكاس الثاني. تدينا 2 كؤوس فارينه بالكاس اللي عبرنا به، يعني نفس الكيله اللي تبداي بها كملي بها. ندخل مليح الكاس الثاني. شوفوا لي الطريقه كيفاش راني ندخل كشغل راني نقطع في العجينه تاعي ونزير عليها هكا باش تدخل فيها الفارينه مليح. بعد ما تدخلي كاع هذيك الفارينه في الخبز تاعك نحيه من البول وتجيبيه هكا في البلان دو طرافاي تاعك وعجنيه شويه، ماشي تعجنيه بزاف بصح دقيقه ولا 2 قد ما هذيك الفارينه تاعنا تدخل مليح في السميد. هاد الخطوه ضروريه، يعني لازم تعجنيه كيما هكا شويه باش كشغل الخبز تاعنا ندخلوا له شويه هو. وثاني الفارينه هذيك اللي زدناها كشغل تتحل مليح مع السميد تاعنا، يعني لمده دقيقه ولا ماشي حاجه اللي تعبك. وغطيه وخليه يريح 10 دقائق واحده اخرى. هنا خليتها 10 دقائق وعاودت رجعت له. صاي هنا ديريكتومون نبداو نقطعوا العجينه تاعنا شحال من خبزه ونحطوا السميد تاعنا قدامنا اللي رايحين نخبزوها به. السميد الاول اللي بديت به يعني المتوسط هو اللي خبزتها به، وتقدري يعني تحليها بالفارينه.
زوينه. هنا دارت لي 5 خبزات يعني ماشي كبار بزاف ولكن متوسطين، يعني ما هم صغار ما هم كبار. 5 خبزات، واللي تبغي تنقص الكميه تقسم المقادير على 2. هنا نروليهم كيما هكا ونخدمهم كريات كيما تعودتوا على الطريقه تاعي. نخدمهم كامل مليح ونحطهم قدامي. هنا كملتهم كاع، ونبدا نجيب الاولى اللي خبزتها اللي كورتها الاولى هي اللي نبدا بها. نرش شويه تاع السميد ونبدا نخبز فيهم. تخبزيهم عادي يعني بلا ما يريحوا ما والو، راح تساعدك غايه في العجين. نغطي هذوك الخبزات، عفوا نسيت، ونبدا نحل في الخبزات تاعي. وحليها رقيقه، يعني الخبزه تاعك كي تخبزيها حليها تكون رقيقه ما تكونش خشينه هكا، باش كي تتنفخ في الطاجين ما يجيش الخبز تاعك معجن. صاي لازم تحليها رقيقه. ودوك تشوفوا معايا السمك تاعها قداه. رشي فقط بشويه هكا تاع السميد، ما تكثريش السميد حتى تحسي يدك راهي تتلاصق هكا، باش ما يديرلكش هذيك الطبقه الخشينه من الفوق ويجيك يابس. راني نعطيكم كاع في النصائح هكا ان شاء الله باش ما تتفاداو الاخطاء ويجيكم الخبز تاعكم ولا المطلوع شباب. شوفوا كيفاش راني نخبز، يعني تقلبيها على كاع الجهات، يعني تخبزي المره الاولى وتقلبي وتعاودي تقلبي كي شغل تخبزيها على كاع كل جهه تخبزي عليها، ما تخبزيش على جهه واحده. هنا صاي كملتها. نرش فتيته تاع السميد هكا ونمشيها ونحطها نحطها في السنيوه تاعي هكا باش ما تلصقش معانا. شوفوا لي السمك تاعها شحال يعني راهي رقيقه. نكمل كامل الخبزات نخبزهم بنفس الطريقه ونحطهم قدامي. هنايا شوفوا قلت لكم 5 خبزات، 2 درتهم هنا و3 راهم في السنيوه الاخرى. والجينه حليتها رقيقه، يعني حلوها ما تكونش خشينه راكم تشوفوا فيها قدامكم. ونخلوها تخمر، غطيها مليح مليح وخليها تخمر حتى شغل. انا دات لي واحد 20 دقيقه هكا، 20 دقيقه. كان البرد، كان المطبخ تاعي بارد بزاف، دات لي 20 دقيقه. بعد 20 دقيقه رحت حميت الطاجين تاعي وبديت نطيب فيها. والطاجين لازم يحمى مليح مليح، حميه. انا عندي هذا تاع الطين قديم بصح يعطيني بنه هايله في الخبز تاعي، يعني ما استغنيتش عليه نطيب فيه. خليه يحمى مليح مليح. الطاجين تاعك لازم يكون حامي. ومن بعد ديري النار متوسطه وراكي طيبي في الخبز تاعك. شديري حطي الخبزه تاعك وخليها كي تبدا تتنفخ ويبداو يخرجوا هذوك النبولات هادو كيما راكم غير يبداو يطلعوا. اقلبي الخبزه تاعك، ما تخليهاش ما تخليش حتى ينتفخوا هذوك البليطات ما يخرجلكش الخبز تاعك شباب. لازم غير يبداو يطلعوا اقلبي، ما تثقبيهم ما والو، قلبيها ديريكتومون ما غادي يصرى لها والو. راكم تشوفوا فيها قدامكم. شوفوا كيفاش تبدا تتنفخ، درناها رقيقه وشوفوا كيفاش طلعت. هذا هو السر، يعني باش تجيكم كي شغل من الداخل تجيكم اسفنجيه ما تجيش عفوا اسفنجيه وما تجيش معجنه. صاي نقعد نقلب فيها كيما هكا حتى تحمر من كاع الجوانب، ونزيد نحمرها شويه في الجوانب هكا تحت الطاجين باش تعطينا هذاك الاحمرار الشباب. خليت المراحل هنا باش تشوفوا كيفاش طيبت المطلوع تاعي ولا الكسره تاعي، وقعدت تقعدي تقلبي فيها حتى تحمر، يعني تصبري عليها حتى تحمر من كاع الجوانب. وطيبتهم كاملين وشوفوا لي النتيجه تاعي في الاخر. يعني الخبز تاعنا جا ما شاء الله، الخبزات جاو هايلين والخبز طري والبنه ما نحكي لكمش. يعني هذاك السميد كي نخبزوها به وطيبيها في الطاجين يعطيها بنه تاع الجمر هذيك، تجيكم كشغل مجمره تجي ما شاء الله جات هايله. وشوفوا شحال خفيفه، يعني راهي واضحه قدامكم النتيجه. راح نقسمها معكم باش تشوفوها من الداخل. قلت لكم بلي هذا الخبز طلبته مني متتبعه. نقول لك حبيبتي ان شاء الله تعجبك الوصفه وتجربيها، وما تنسيش ترجعي لي في التعليقات. هنا درت لي 5 خبزات، قلت لكم 5 خبزات يعني ما كبار ما صغار، خبزات متوسطين يوكلوا. يعني اللي بغات تقسم الكميه تقسمها. هنا راح نقسم معكم حبه باش تشوفوها من الداخل وتشوفوا مصداقيه الوصفه. شوفوا الخبز تاعنا ما شاء الله يعني جا هايل وبسميت، يعني ما داش بزاف فارينه وجا شباب. الى هنا حبيباتي خليكم معايا الخبز الجميل. اللي بغات المطلوع تاعها بالفارينه قولوا لي في التعليقات ان شاء الله، وراح نشاركه معكم مطلوع الفارينه. والنتيجه يعني تجي هايله ما شاء الله على ضمانتي، وراكم والفتوا وصفاتي. الى هنا حبيباتي خليكم مع هذا الخبز الجميل، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات اخرى وحكايات اخرى من وصفات وحكايات نور.